هقول لك النهارده على اسرع علاج هيخفض لي من مستوى السكر في الدم، وده مش كلام رحاب الشناوي، ده كلام الدراسات العلميه والابحاث هي اللي قالت الكلام ده. مش بس كده، نخلي بالنا يا جماعه، لو انا باخد ادويه هو حرفيا ممكن يعمل هبوط في سكر الدم عشان انت اوريدي بتاخد ادويه من الناحيه الثانيه. ولو انت مريض سكر من النوع الاول، عايزه اقول لك ان هو ليه تاثير كمان على خلايا البيتا سيل، هيقدر يخلي خلايا البيتا سيل ان هو يجدد من خلايا البنكرياس ويحسن من انتاج الانسولين. انتوا متخيلين احنا بنتكلم عن ايه؟ اوراق التوت. اوراق التوت قد ايه فعلا من الحاجات اللي ليها ريسبونس حلو قوي على مستوى السكر في الدم. احنا طبعا ده الموسم بتاعه، هقول لكم هنستخدمه ازاي، وفي بعض الاضافات هقول لكم نعمل ايه بحيث فعلا يودي موضوع مستوى السكر ده في حته ثانيه خالص، ولو انا عايزه اخزنه نعمل ايه. طيب خلونا الاول دلوقتي والموسم بتاعه. احنا هنجيب اوراق التوت، هبدا ان انا احطه على ميه مغليه، وهبدا لو انا عايز بقى اضيف اضافات من اللي انا عايزه اقولها لكم دي. ممكن نحط كركم مع رشه فلفل، مره ثانيه اوراق التوت مع اوراق الزيتون، مرة ثالثة ممكن احط اوراق التوت مع القرفة. ولكن نخلي بالنا زي ما انا دايما بقول يا جماعة، الحاجات دي بتخفض من سكر الدم، فلو انت بتاخد ادوية انا اخاف جدا يحصل هايبوغلايسيميا اللي هو انخفاض في سكر الدم عالي جدا او يحصل هبوط. تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ الميه مغليه، هنبدا نحط اوراق التوت على الميه المغليه ونبدا نغطي المشروب 10 دقائق عشان الزيوت الطياره ما افقدهاش ويروح مفعول الاوراق التوت، وبعد كده ابدا اشرب المشروب الساخن. تمام؟ او احط اي اضافات من اللي انا قلت عليها. طب انا لو انا عايزه استخدم اوراق التوت مش في الموسم بتاعه، ممكن نعمل ايه؟ طبعا بنبدا نجيب اوراق التوت ونبدا ان احنا نغسلها ونبدا ان احنا نجففها عادي جدا، وابدا ان انا اطحنه في البيت عندي، مش هجيبه مطحون من بره، لا انا هجيب اوراق التوت واغسلها واطحنها عندي في البيت وابدا استخدمها في اي وقت تاني حتى لو اوراق التوت مش موجوده في نفس الموسم. وطبعا لو انت استفدت من المعلومه اكتب لي في الكومنتات، ولو انت اول مره تسمعني يبقى لازم تتابع بدايه جديده، واستناني الحلقات الجايه.